سيدات مصر في الخارج نماذج مشرفة. يسعدنا اليوم أن نلتقي مع إحدى هذه النماذج وتحديدا في المملكة العربية السعودية أستاذة هالة صلاح، المتصدرة دائما للعمل العام والخدمي لأهل الجالية المصرية في السعودية والمعظم القادمين من مصر إلى السعودية. أهلا وسهلا بحضرتك. شرفت بحضرتك جدا. احنا سعداء اكيد باللقاء ومتابعين طبعا حضرتك دايما في كل الخدمات اللي بتقدميها والقضايا والمشكلات اللي بتحاولي ان انت تتصدي ليها لابناء الجاليه المصريه في السعوديه. كلمينا العمل العام والعمل الخدمي طبيعته ايه بقى في المملكه؟ الله يحفظك. اولا انا جزء صغير جدا من ماكينه العمل العام والخدمي. الناس في السعوديه يعني بقول لك المصريين وحشين، لا والله المصريين في الخارج وولاد بلد وجدعان وبيساعدوا بعض. في مشاكل كتير، المشاكل دي كلها ما بتوصلش للدوله. ليه؟ لانها حمل كبير، بيتكاتفوا مع بعض. حد له مشكله مثلا واقع، مثلا محتاج حاجه عماليه، ثقافيه، حاجه قانونيه، علاجات طبيه، بيحاولوا يوفروه. خاصه ان في بعض المصريين لهم مشاكل، متوقفين عن العمل، مفيش اقامه، مش متجدده. طبعا عدم تجديد الاقامه بيمنع اي حاجه تانية بعد كده ما يقدرش ان هو يعملها. فعلشان كده ما يقدرش يروح مستشفى يتعالج الا على حسابه، وبرضه الاقامه واقفه، مشكله. فهم بيساعدوه. فعشان كده احنا بنتمنى ان يكون في هيئه لرعايه المصريين بالخارج. الهيئه دي هتكون مننا احنا مش هنكلف الدوله حاجه، يعني احنا عارفين دولتنا برضه وعارفين ظروفها اللي هي فيها. فاحنا مننا هيبقى في زي اسهم، مثلا بيندفع جزء سنوي، جزء يروح مثلا للخدمات داخل الدولة. وفي برضه على فكرة المصريين في السعودية بيساعدوا مصريين في مصر نفسها، يعني بتروح تكاملي. فاحنا عايزين نعمل كده، انها تساعد اللي في السعودية او في الخارج عامة، السعودية خاصة. وبرضه بيساعدوا الحالات المرضية اللي في مصر او محتاجين علاجات. فده اللي بتمناه والله، يعني الكل هيفرح بيه. دايما بنقول ان العمل الخدمي او العمل التنموي هو العمل التكميلي لدور الدوله. اكتر المشكلات او القضايا اللي بتواجه الجاليه المصريه تحديدا السيدات. ايوه، السيدات لهم مشاكل. اولا هي بتخش السعوديه ازاي؟ هتكلم على الدوله اللي انا مقيمه فيها، او تاشيره عمل، او تاشيره استقدام مع زوجها، او زياره شخصيه، او مثلا تكون مع الاهل. السيدات ممكن الامور تمشي مستقيمه معاها، ممكن يحصل لها دروب في وقت من الاوقات، مشكله، ما عندهاش الثقافه انها تتابع ازاي او فين اعمل ايه. فاحنا بنلجا لسفارتنا او لممثلين الجاليه او المصريين المتطوعين، دي اللي بتعرف توصل. يعني الحمد لله انها ايه، والناس برضو بتتكاتف مع بعض. في بعضهم بتحتاج مثلا تذاكر سفر عشان مثلا عندها مشكله، او مش هي اللي عندها مشكله، زوجها عنده مشكله، فبيساعدوها انها تروح، او مثلا تامين اعاشه ليها الفتره دي لحد زوجها ما يكمل مشكلته، دفع ايجار، مواد غذائيه، ادويه، تذاكر سفر. ده كله بيحصل من المصريين الخارج مع بعض. احنا عايزين نقلل ده، او بمعنى اصح ان هو يبقى بطريقه قانونيه ومنظمه. ليه؟ عشان ما حدش يجي يستغل. وعايزين برضو حاجه تانية، نمنع المصريين اللي بيتصدروا عمل عام وبيستغلوا المصريين، بيتاجروا بقضاياهم. مش عايزين دول، وهم دول فئه مش عايزه حد تاني يطلع مكانهم. احنا عايزين درجه توعيه عاليه. أيوة. عشان صاحب المشكله او صاحب القضيه يقدر يميز ما بين اللي بيقدم له خدمه بالفعل ومين اللي بيستغله. بس ده اللي احنا عايزينه من الدوله. واحنا طبعا بنثق فيكم. اول حاجه طبعا بنشكر السيد الرئيس ورئيس الوزراء على الاختيار المشرف لمعالي الوزير. ومعالي الوزيره كل يوم بصراحه يعني الواحد بيزيد حب لها. اولا هي ست بلد، بنت بلد، جدعه، تشتغل كويس، بتفهم عشان تعرف تطلع ناتج كويس. وكمان النهارده يعني تحيه تقدير واحترام، لانها جابت مين هنا تشرفنا. احنا تشرفنا بها الوزيره، وزيره القوى العامله والهجره. ايوه، عائشة عبد الهادي محبوبه الجماهير. ايوه، النقابيه الاولى. فطبعا النهارده وتقدير. وبرضه الوزيره السابقه عائشه عبد الهادي قالته في حق الوزيره سهى ممتاز وحق فعلا. هما الاثنين شخصيتين من عظيمات مصر. واحنا نتمنى دايما ان يكون في اكتر واكتر من نفس النوع.
ربنا يبارك فيك. احنا نقدر نقول كمان ان سيدات مصر بشكل عام في عهد الرئيس السيسي حصلوا على امتيازات واستحقاقات كتيره جدا. ايه يعني اكتر استحقاق شايفه حضرتك انجاز حصل او حلم اتحقق للسيدات في عهد الرئيس السيسي؟ هو بصي، هو في انجازات بس دي مزعله الرجاله. القوانين اللي طالعه على المراه، بس هي طالعه لحمايه المراه، او ما انا صح، هي مش بتحمي المراه، هي بتحمي الاسره. ايوه، لانك لما تحافظي على الاسره هتحافظي على المجتمع ككل. فهو لما بيعمل سياده الرئيس مثلا حاجات للمراه، مثلا حاجات قانونيه او كده او حمايه لها، علشان الزوج يفكر قبل ما يطلق. بس في بعض السيدات، وعلى فكره ده في الخارج برضو بيحصل، بتستعمل الحقوق دي ضد الزوج مع انه حقها. بتستغل، بتعرف مثلا ان في حاجه مثلا ثغره بتدخل لها، في حين ان هو يكون مثلا شخص كويس. ففي رجاله كويسين، يعني انا مش ضد الرجاله، مش كلهم. والله في رجاله كويسين جدا، وفي سيدات كويسين جدا ومتبهدلين اهو. الحمد لله. فالشخصيه برضه ما بتتبنيش من فراغ، يعني يوم ورا يوم. الحمد لله. فانا على فكره معرفتي دي ما جاتش من كده، جت تجربه عمليه. ان انا برضو كان ليا قضيه عماليه، وتابعت مع السفاره ومع الجمعيه بتاعتنا في مصر، جمعيه البصريين وزمايلي وكده. طبعا الناحيه القانونيه اللي انا كنت اعرف اوصل لها ما فيش، صفر. مش لاقيه حد يساعدني. فين بقى ده يساعد من ناحيه، ده يساعد من ناحيه، على بال ما جمعت شويه معلومات. فعلشان كده اللي انا حصل لي ده مش عايزاه يحصل لغيري، عايزين نجنبه. يبقى فيه ورقه عمل، مثلا يكون ورقتين صغيرين كده، معلومات قانونيه، ليك ايه وعليك ايه. انت داخل الدوله برضو لازم تهتم، انت مش داخل الدوله تشتغل اي حاجه. يعني للاسف في الفتره الاخيره ايوه، في الفتره الاخيره احنا شفنا تاشيرات لمصريات بمسميات غريبه. طبعا هو نظاما وقانونا ماشيه صح، لكن لما بتيجي تشتغل ايوه، فاحنا مش عايزين ده. يعني اذا كنا احنا بنحافظ على اولادنا، بناتنا بقى اولى، عشان ما تتبهدلش، ما تتحطش تحت مثلا تاشيره وهميه، او ان في طبيعه عمل مهينه لها. مش عايزين ده. مع حضرتك يعني جميل وممتع، ومحتاج ساعات طويلة عشان نقول فعلا نصايح ونقول خبرة سنين لسيدات مصر المغتربات. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية، وشكرا جزيلا. شرفت بحضرتك وبيكم وطير المسافر.